يلا سيب كل اللي في ايدك وارجع لنا علشان رجعنا ومعانا كل الاكشن. لو فاكر ان لعيبه الهوكي بيرموا المضارب من ايديهم لما بيتخانقوا، احب اقول لك ان مش كلهم، هنثبت لك العكس. احنا هنا في مدينه مينيسوتا، بطوله لاكروس ليج، الماتش ما بين مينيسوتا سوارم باللبس الاصفر في الاسود والادمنتون اللي لابس ابيض. احنا في الشوط الرابع، واضح ان كيفن فينس محتاج يتدرب على انه يوقف الكوره جوه المضرب، وادي جزاته. محدش بيخرج سليم من تصادم وش في وش، وقلبت خناقه ودارت المعركه. نيك انش زميل فينس جه علشان ياخد بطار زميله. الشكل اللي قدامنا ده بيقول انه معاه حق طبعا، زميله اتضرب قدامه، لكن يا ترى هو معاه حق في اللي بيعمله ده؟ كيفن فينس نمرة 21 مرر الكورة بشكل حلو قوي من بين رجلين اللعيب، والظاهر ان ده غصب ايد زمايله في الفرقة، وردوا له اعتباره فورا. ضربة توجع القلب، لأنها ما كانتش بالإيد بس، ده بالإيد والمضرب. وكيفن فينس نايم على الأرض مش قادر يقوم، طبعا الراجل واخد مضرب في وشه. عندك نوع من الأرق؟ أنا عندي منوم حلو قوي اسمه الخطافية الشمال، تصبح على خير. خلونا نرجع من الاول ونشوف ازاي وصلنا لكده. انزل يا ابني من على العرض، عامل لي فيه عصام الحضري. من مدينة رينو في ولاية نيفادا، بطل الجودو في اليابان هيتحدى بطل المصارعة في ايداهو، وصالة رينو هتولع. اكيرو شوجي عنده 20 مكسب و10 خساير، بيسموه الارنب. ارنب ايه ببطنك دي؟ بطن ده كرش صريح. ده البطل اللي قدامنا ووزنه 185 رطل. يا ترى بقى الاخ اللي قدامنا ده هيعرف يتصرف معاه؟ ده كيسي اسكولا، عنده 11 مكسب و9 خساير وبيلقبوه بالبرق. يا ترى البرق هيعرف يتصرف مع الارنب ابو كرش؟ بطل الجودو اللي بياكل سوشي كتير وعشان كده طالع له كرش غيظني جدا. غير لعيبة السومو، عمركم شفتوا ياباني بكرش؟ ده هيلجأ لأسلوب الجودو. لكن اسكولا اتصرف. وفي الجولة الثانية الأرنب طلع كل الطاقة اللي في بطارياته. سيل من اللكمات يمين وشمال، اللي يجي واللي يفوت، وحتة جودو تاني. لكن كيسي قال له كفايه بقى، كفايه. دي مجموعه حلوه قوي اللي فاتت دي. يظهر ان وقت نومك قرب. انا اعرف ان اليابانيين ما بيسهروش. وهوبا، الرحمه حلوه، وهو ده المنوم. شوجي صد الضربه دي حلوه قوي على دراعه، بس فتح وشه، ومع ذلك مش دي اللي نيمته. اللي نيمته هي الشمال دي، الشمال اللي زي البرق، ونزل عليه. اوبا. التلاتة دول يأكدوا له انه شد الغطا وراح في سابع نومه. كيسي بقى هو البطل الجديد في وزنه. يا سلام عليك يا ولد، بس انزل عشان ما تتعورش. اكشنها. النهارده اليوم طالع حر قوي في بنما، واحنا في حلبة سباق للخيل، وكل جمهور مشدود عايز يعرف مين اللي هيوصل الاول لخط النهايه. لو كنتم مراهنين على الجوكي اللي لابس ازرق ده، هارد لك، راحت فلوسكم. ويا على دي وقعه، هو والحصان سفوا التراب. حد يطمنا على الحصان يا جماعه. صاحبنا هنا الصغير ابو ازرق ده كان ماشي زي الرهوان لغايه ما حاول يعدي من اللي جنبه، وفي لمح البصر حصانه اتكعبل في الحصان اللي جنبه، وفي لحظه كعبل على وشه. تخيل لما نص طن من اللحم يتشقلب فوقك. بس خلوا بالكوا، ده مش كل اللي عندنا.
الحكاية لسه ما خلصتش. بعد يا دوبك ما بدأ يفوق من الوقعة اللي وقعها لقى مصيبة تانية جاياله. زميله اللي لابس أبيض ده كمل عليه. يمكن دي تكون أول مرة يضطروا فيها إنهم يضربوا الحصان والجوكي بالرصاص عشان يرحموهم من الألم. أنا بهزر طبعا. أي حد له علاقة بجمعيات الرفق بالحيوان يطمنهم إن الحصان بخير. مفيش حد منهم خرج بإصابة جامدة، بس كان شكل الوقعة حلو قوي. أكشنتنا زي ما حاولنا في كل فقرة قدمناها لكم إننا نأكشن الجو شوية، نمتعكم ونستمتع معاكم بضربات جامدة جدا. أوعدكم إن المرة الجاية هنأكشنها أكتر شوية لو أعصابكم تستحمل. هنرجع علشان نأكشنها.